السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أتم صحة وأحسن حال. قبل ما أبدأ الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا اللايك كده وتشيروا الفيديوهات لحبايبكم، وعشان القناة تكبر ان شاء الله. انا بشوف الاشتراكات بتزيد وتنقص، معرفش ده مشكلة في اليوتيوب ولا انتوا بتشتركوا بعد كده ترجع تلغوا الاشتراك ولا ايه يعني. النهارده هوريكم شوية مشتريات جبتها كده، هي مش كتيرة يعني. كل ما اجيب شوية مشتريات حتى لو قليلة بحب اوريها لكم، يعني بحب اشارك معاكم ايه كل الحاجة اللي بجيبها يعني. النهارده طبعا هوريكم اول حاجة جبتها الرز ده طبعا حاجة اساسية لازم نجيبها كده، كل ما بتخلص بنجيبها يعني. كل ما بجيب انا بجيب 5 كيلو يعني، كل ما يخلص 5 كيلو اجيب تاني. بس هو الرز غالي اليومين دول يعني بعد ما كان ب20 ب22 يعني، وفي انواع تاني يعني في اغلى من كده كمان، بس انا ده لقيته حلو كده جبته يعني، حلو يعني بيقضي الغرض وحلو معايا. جبت 5 كيلو بس، ما بكترش عن 5 كيلو، لما بيخلصوا بجيب يعني دول 5 كيلو رز. وجبت كمان، انتوا عارفين انا طبعا بنستعمل الملح ده في الاكل، ملح الكوكس ده طبعا نظيف وحلو للاكل وصحي. بلاش يعني تستخدموا انواع تانية يعني، خليكم في الانواع النظيفة في الاكل بالذات، عشان ايه مفيش طبعا بعد الصحة يعني. جبت دياتي واحدة ب10 جنيه، دي الكوكس دي ب10 جنيه. وجبت الكيس الملح ده لتنظيف الفراخ، ده ما بطبخش فيه، ده بجيبه لتنظيف الفراخ بس يعني، ده ما بحطوش على الاكل، بنضف بالفراخ بس يعني. ده كان عامل 5 جنيه ده. وجبت علبتين التونة دول، هي قطع علبتين التونة قطع، هي بنحب التونة القطع عن التونة المفتتة يعني، التونة القطع بتبقى طعمها حلو وبتبقى فاتحة يعني. علبتين. وجبت برضو علبتين جبنة عبولاند طعم الشطة، بيبقى طعمها حلو كده ونكهة الشطة طالعة منها كده، بتخلي الأكل حلو، الجبنة طعمها حلو. لو هتحطها في الفينو أو مثلا هتعمله بيض وتحطها عليه برضو بتدي للبيض طعم حلو، الشطة دي تخليها مشطشطة كده وحلوة يعني. وجبت بيض للفطار طبعا، البيض ده ما بنستغناش عنه يعني، كل يومين كده بيض على طول، البيض على طول شغال يعني، بنجيبه على طول. البيضة كانت عاملة 4 جنيه، دول 10 بس يعني، ما كترتش عن 10. ما بحبش اكتر البيض، كل ما بيخلص بجيب يعني، والسوق مش بعيد يعني، كل ما الحاجة بتخلص بروح اجيبها يعني. وجبت كمان ليمون، بحب الليمون يبقى عندي على طول بوفرة، عشان ايه لو هعمله عصير او هنضب الفراخ يعني. هو الليمون رخص شوية بقى دلوقتي ب20 جنيه، جبت نص كيلو يعني، جبت نص كيلو بس. بحب الليمون يبقى دايما عندي في التلاجة يعني، نص كيلو ب10. وجبت طماطم، الطماطم كانت عاملة 25 ورخصت شوية عن الأول كانت ب30 وب50 وكده، هي رخصت الأول يعني. أنا جبت كيلو برضه، أنا ما بكترش عن كيلو، لما ترخص إن شاء الله بنجيب أكتر من كيلو يعني، أنا بجيب كل ما عاوز أجيب يعني. جبت كيلو واحد ب25 بس، ما كترتش عن كيلو يعني، عشان إيه بتبص خسارة وكده وارميها يعني. وجبت كمان عشان اللي يساعد معاها، جبت البابريكا دي عشان إيه تساعد معاها يعني كده في الطماطم، تدي لون مع الطماطم كده. انا ما بجيبهاش كتير البابريكا دي، بس انا ايه جبتها المره دي قلت عشان تساعد مع الطماطم. دول كانوا عاملين 10 جنيه، البابريكا دي كانت عامله 10 جنيه. وجبت ايه كمان، جبت مخلل الليمون، ده ليمون بعصفر ده. الكيلو كان عامل 40 جنيه، بس انا جبت نص بس يعني، النص ب20، ده نص كيلو بس بيبقى طعمه حلو كده وبيفتح النفس على الغدا يعني، لو تحطيه على الغدا بيبقى حلو. نص كيلو ب20 جنيه. وجبت بقسماط، طبعا انا بحب اجيب البقسماط دواتي ما بجيبش البقسماط اللي عليه توابل ولا حاجه يعني، انا بجيب البقسماط الساده ده. انا بتبله في البيت، بحط عليه فلفل اسود وملح، ولو حابه تحط عليه كمون، التوابل اللي تحبيها يعني، وتبهريه كده وتحط فيه البقسماط او تدقه في البفتيك. بس انت لو هتدقه في البفتيك خليه ساده كده، ما تحطلوش اي توابل. انا لو هتحطوه في البقسماط تتبليه، لازم تتبليه طبعا، عشان ايه هو ما يبقاش فيه ملح ولا حاجه. ده الكيلو عامل 28 جنيه ده، بحب اجيب بالكيلو يعني. وجبت شطه، طبعا احنا بنحب ناكل الشطه كده مع الاكل، نص كيلو شطه، النص كان عامل 20 جنيه، 40 هي الكيلو بتاعها ب40، انا جبت نص بس. هي الاسعار في السوق غاليه كده، ما اعرفش كل حاجه غاليه في السوق
طماطم وكل حاجه غاليه في السوق، معرفش ايه الاسعار الغاليه دي. وجبت كمان اللهم صل على النبي، جبت بصل، البصل اللي سعره معقول شويه حلو يعني، جبت بالكيلو ب10، جبت 3 كيلو ب30 جنيه، بس انا نقيته كده، في منه صغير وفي منه كبير يعني، ما جبتش كله احجام كبيره يعني، ساعات بعوز حاجه حجم متوسط ده، جبت يعني احجام كتيره يعني من الصغير للكبير كده يعني، ساعات ما بحتاجش الحجم الكبير دايما. دول 3 كيلو، الكيلو كان عامل 10، دول 3 ب30 يعني. طبعا وجبت بطاطس، هو كمية وهم دول حوالي 6 كيلو، انا قلت له بكام الكيلو، قال لي ب12.5، ب15. وبعد كده لما لقيتني ماشيه كده قال لي طب تعالي خديهم كلهم، هو كانوا موجودين عنده يعني كده، لمهم كده شروه واحده، قال لي تعالي خديهم كلهم من حساب 10 جنيه. لقيتها حلوه يعني، قلت مش هيخسروا، البطاطس ما بتخسرش في البيت يعني، لو هتقليها هتسلقيها هتعمليها صينيه بطاطس يعني، استخداماتها كتيرة يعني، قلت مش هتخسر. هم وزنهم طلعوا 6 كيلو، في منها صغير وفي منها كبير، الصغير ده ممكن اسلقه والكبير ده ممكن اقليه والمتوسط ممكن اعمله صينية يعني، هم مش هيخسروا ولا هيبوظوا يعني. البطاطس بالذات هي والبصل لو هتكتر منهم مش هيبوظوا ولا يجرى له حاجة في البيت يعني، استخداماته كتيرة ومش هتستعمليه كمان وتجيبي يعني. دول كان 6 كيلو، اداهم لي شروة كده على بعضهم اللي كانوا معاه ب60 جنيه يعني، الكيلو وقع ب10 جنيه. بقول لكم هو كان عامله 15، بس لما لقيني كده سألته ومشيت قال لي تعالي شوفي لهم شارية واحدة من حساب 10 جنيه، يبقى دول ب60 جنيه. وجبت كمان خلطة الصابون دي، طبعا متعودين معايا كده وعملته قبل كده في الفيديوهات. لو انت خلطة الصابون دي لو لسه اول مرة تشاهديني وما شفتيش الخلطة، رجعي الفيديوهات لورا هتلاقيني عاملاها من ضمن الفيديوهات اللي ورا يعني، وان شاء الله هعمله في لما بس اخلص الكميه اللي عندي. انا الخلطه بتقعد عندي حوالي شهر، انا عاملاها من رمضان يعني، لسه عاد مني شويه كده، لما تخلص هعملها ان شاء الله معاكم. هي طريقتها سهله يعني مش صعبه، بس بتبقى موفره يعني. هو الكيلو بره بحوالي 12 او 15 جنيه، دي طبعا بتعمل لك 8 لتر ب40 جنيه يعني، دي اوفر دي، ومش كل يوم والتاني تروح تشتري كيلو ولا كده، لا انا بحب اجيبها كده واعملها واعبيها في ازازه ميه كبيره كده واستعمل منها، بتقعد معايا حوالي شهر وازيد كمان على حسب استعمال الكميه اللي انت هتحتاجيها يعني. دي كانت عامله بقول لكم ب40 جنيه دي. وجبت كمان الصابون ده، انتوا متعودين معايا انا بحب اجيبه للالمونيا، ما بحبش استعمل ده، بستعمل بالكوبايات الاطباق المعالق الحاجات دي، انما الالمونيا بحب استعمل مع ده يعني، انا على حسب كل واحد على حسب ما اتعود، انا الالمونيا بحب استعمل مع ده، انما الكوبايات والاطباق والحاجات التانية دي بستعمل معاه الصابون السائل يعني، وانت برضو على حسب ما اتعودت يعني. وجبت كمان السلك البلدي ده، انا بحب استعمل السلك البلدي، ما بحبش استعمل السلك التاني اللي بيبقى في المحلات ده، انا بحب استعمل السلك البلدي، هو ده اللي بينفع معايا في الحلل الالمونيا، انما الحلل التيفال او الحلل الجرانيت او الحاجات التانية او السلستين عادي لو هتستعملي الالمونيا ما ينفعهاش الا السلك ده يعني. انا جربت الانواع التانية لقيتها كده الحلل بتبقى مطفيه ومش حلوه، لما جربت ده هو ده اللي بيمشي معاها يعني. لو وصلت لغايه هنا صلوا على النبي في الكومنتات واعمل اللايك واشتركي وشير الفيديوهات يا حبايبكم، انا بفكركم على نص الفيديو عشان ما تنسيش. لو وصلت لغايه هنا اشتركي في القناه وفرحيني. طبعا انتوا متعودين معايا كنت بجيب الباهي ده الاوتوماتيك، كان بيبقى 9 كيلو، كان بيبقى عامل 370، بس هو دلوقتي سالت عليه قالوا له خلاص هو الشركه بطلت تنزله. سالت على نوع تاني قال لي النوع ده كويس يعني وحلو برضو احسن من باهي يعني، طبعا شركه اريال برضو ده اسمه بونكس طبعا برضو شركة اريال، وبريحة ريحة الورد، وريحته حلوة طالعة من الكيس كده وحلوة اوتوماتيك. 8 كيلو دي كان عامل 310، قال لي 8 كيلو، هو قال لي كان الاول 10 بس بدل ما يغلوه يعني صغروا له الحجم يعني، خلوه بدل 10 8 وخلوه ب 310. ما لقيتش باهي، انا متعوده على باهي، سالت عليه في حتت كتيره قال لي خلاص الشركه بطلت تنزله، بتنزل الاحجام المتوسطه دي، بس انا بحب الحجم الكبير ده بيبقى موفر وبيقعد معايا حوالي شهر بيقعد معايا شهر ده بستعمله يعني. قلت ده اول مره يعني، لو حد جربه البونكس ده يقول لي كده في التعليقات يعني ده حلو بينضف ولا لا يعني، ولا نوعه ايه.
يا ريت كده ما تبخلوش عليا بالكومنتات بتاعتكم، على انكم انتوا بخلانين وبقول لكم كده، وبرضه بتبخلوا عليا بالكومنت واللايك والاشتراك يا ريت كده وشيروا الفيديوهات لحبايبكم كده، عشان ايه القناه تكبر شويه كده، ما احسش ايه اللي انا بعمل الفيديوهات واتكلم مع نفسي يعني كده. المواضيع دي لما بلاقي الفيديو مثلا ما بيشاهدش كتير بحس ان انا محبطه كده ومش عايزه اكمل. يا ريت تشاهدوا الفيديو للبدايه وللنهايه عشان تحسب كمان ايه مشاهده، وتقولوا لي ايه النوع دوت بتجربوه قبل كده، يعني لو حد جربه يكتب لي كده النوع المسحوق ده، يعني لو حد جربه يكتب لي نوع كويس ولا ايه ده في الغسيل، عشان انا اول مره اجربه ده ما جربتوش قبل كده يعني. ولو وصلت لغايه هنا ما تنسوش تشتركوا في القناه وتعملوا اللايك وشير الفيديوهات لحبايبكم وتشاهدوا الفيديو من البدايه للنهايه. يعني انا بقول لكم بلح عليكم كتير، معلش يعني بصدعكم بالالحاح بتاعي، بس انا ايه بحب اذكركم في البدايه وفي النص وفي الاخر، عشان ايه لو انت نسيتي اول ما تدخلي الفيديو تشتركوا في القناه، تفرحيني كده بالاشتراك واللايك والشير، واشوفكم على خير ومع السلامه.